يا أمنا الحلم لسه عايش جوانا. صلاح صاروخ أرض جو مرموش في الملعب، أسد وهو حمزة أمل جديد مع حسام حسن، مفيش مستحيل، الحلم لسه عايش مع منتخب مصر، مع منتخب مصر. لو انت فاكر ان اول مباراة لمصر في كأس العالم 26 مجرد مباراة عادية، يبقى لازم تسمع للنهاية. اهلا بيكم، معاكم شادي الخولي في اولى حلقات بودكاست الحلم لسه عايش مع منتخب مصر. اول اختبار للمنتخب المصري هيكون قدام منتخب كبير، منتخب بلجيكا. ومحدش مختلف ان المواجهة دي صعبة، لكن السؤال الحقيقي، الكابتن حسام حسن هيدخل المباراة دي ازاي؟ هل هيعتمد على القوة الهجومية من البداية، ولا هيبدأ بحذر ويستنى اللحظة المناسبة؟ عندك أسماء الجمهور المصري كله مستنيها: محمد صلاح، عمر مرموش، تريزيجيه، حمزة عبد الكريم، وإمام عاشور، ومحمد هاني، ورامي ربيعة، هيثم حسن، ومروان عطية، ومصطفى شوبير. كل اسم من دول عليه دور كبير في مباراة ممكن تحدد بداية المشوار في البطولة. والأهم من الأسماء، طريقة اللعب نفسها. هل المنتخب يقدر يواجه لعيبة بلجيكا الكبار؟ هل يقدر يحقق نتيجة إيجابية؟ الجمهور المصري مستني كتير من المنتخب في كأس العالم، وعينه على بداية قوية تدي أمل من أول مباراة. وعلشان كده السؤال اللي كل الناس بتفكر فيه دلوقتي، هل مصر تقدر تبدأ البطولة بانتصار، ولا المباراة هتكون أصعب مما نتخيل؟ اكتب في التعليقات توقعك لنتيجة مصر وبلجيكا، وكمان قول مين اللاعب اللي شايف انه هيكون كلمة السر في المباراة. مصر مصر، يلا يا مصر يلا يا شباب، كأس العالم فتح الأبواب، العب يا مصري كسبان كسبان، كل العالم بينا فرحان. في الحلقة دي هنتكلم عن حلم ملايين المصريين، حلم بنستناه من سنين، وحلم قرب يبقى حقيقة: كأس العالم 2026. والمنتخب المصري داخل البطولة هو شايل آمال شعب كامل. وفي أول محطة هنلاعب اسم كبير، منتخب محترم، بلجيكا. مواجهة محدش قال إنها سهلة، لكن برضه محدش قال إنها مستحيلة. نرجع بقى خطوة لورا، من كام أسبوع بس ولغاية من أيام وقبل ما تبدأ البطولة، منتخب مصر لعب مباراتين مع روسيا والبرازيل. والماتشين دول كانوا مهمين جدا، مش عشان النتيجة وبس، لكن عشان حسام حسن كان بيجرب، كان بيدور، كان بيجمع آخر قطع البازل قبل المونديال. وشفنا بصراحة حاجات إيجابية كتير، شفنا جرأة، وشفنا روح، وشفنا لعيبة بتقول للكابتن حسام إحنا موجودين. ومن أكتر الأسماء اللي لفتت الانتباه هيثم حسن، اللاعب اللي كل ما الكورة توصل له تحس إن ممكن حاجة تحصل. سرعة وجرأة وثقة، ودي حاجات أي منتخب محتاجها في بطولة كبيرة. وكمان حمزة عبد الكريم، واحد من الأسماء اللي خطفت الأنظار. لسه صغير لكن واضح إن عنده شخصية، والأهم إنه مش خايف. وفي كأس العالم الشخصية أوقات بتفرق قد الموهبة. تعالوا بقى نبص على المنتخب خط بخط. في حراسة المرمى، والسؤال اللي الناس كتير بتسأله، مين الأقرب؟ مصطفى شوبير ولا محمد الشناوي؟ ولا في مفاجأة تانية من حسام حسن؟ الحقيقة إن المنافسة دي في مصلحة المنتخب، لأن وجود أكتر من حارس جاهز معناه إن مركز مهم زي ده في أمان. أما الدفاع فقدام بلجيكا هيكون عليه اختبار صعب. محمد هاني، ورامي ربيعة، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، أسماء عندها خبرة كبيرة، لكن المطلوب منهم في المونديال هيكون أكبر. مش كل هجمة هتقدر توقفها، لكن لازم تعرف إمتى تضغط، وإمتى تهدي، وإمتى تلعب بذكاء. نيجي بقى لخط الوسط، يمكن هنا قلب المعركة الحقيقي: مروان عطية، وإمام عاشور، وزيزو، ومهند لاشين. الأسماء دي عليها حمل كبير جدا، لأنه قدام منتخبات كبيرة اللي بيكسب نص الملعب بيكسب نص المباراة. وأكتر حاجة عجبتني الفترة الأخيرة إن المنتخب بقى عنده شخصية في وسط الملعب، بقى فيه ثقة أكتر، بقى فيه رغبة في الاحتفاظ بالكورة. ودي نقطة مهمة جدا قبل مواجهة بحجم بلجيكا.
أما قدام فهنا الحكاية مختلفة. محمد صلاح وعمر مرموش وتريزيجيه وإبراهيم عادل وهيثم حسن أسماء تقدر تعمل الفرق من نص فرصة. ومش لازم تخلق 10 فرص عشان تسجل، ممكن فرصة واحدة تكتب تاريخ. طيب، بعد ما اتكلمنا عن القايمة واتكلمنا عن بلجيكا، تعالوا ندخل في الجزء اللي كل الناس بتحبه. تفتكروا الكابتن حسام حسن هيحط الخطة ازاي؟ بصراحة أنا شايف إن حسام حسن مش هيتهور، وفي نفس الوقت مش هيقفل على نفسه. يعني لا هنشوف أتوبيس راكن قدام الجون، ولا هنشوف فريق طالع يهاجم من أول دقيقة وكأنه بيلعب في ماتش اعتزال. الأقرب إن منتخب مصر هيلعب بتنظيم دفاعي محترم، ولما الكرة تيجي هيضرب بسرعة، خصوصا إن عندك أسلحة زي محمد صلاح وعمر مرموش وتريزيجيه، والتلاتة دول لو لقوا مساحة ممكن يقلبوا أي مباراة. لكن خلوا بالكم، المباراة دي مش هتتكسب بالهجوم بس، المعركة الحقيقية هتبدأ في نص الملعب، وهنا هيظهر دور مروان عطية وإمام عاشور. لأنك لو قدرت تكسب الكرات التانية وتمنع بلجيكا إنها ترتاح بالكورة، ساعتها هتقدر تخلق فرصتك. ونيجي بقى للتشكيل اللي أنا بتوقعه، فممكن نشوف حاجة قريبة من كده. يعني في حراسة المرمى هتلاقي مصطفى شوبير، خط الدفاع هنلاقي محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، وفي خط الوسط هنلاقي مروان عطية وإمام عاشور ومهند لاشين، وقدامهم محمد صلاح، عمر مرموش وتريزيجيه. وأول اختيار هجومي في الشوط التاني مع صلاح ومرموش أعتقد إن هو حمزة عبد الكريم، وده هيخلينا نقف عند نقطة مهمة جدا. حمزة عبد الكريم الولد ده بقى حديث ناس كتير، وطبعا بنبارك له وبنبارك لأنفسنا على تفعيل بند الشراء لحمزة ليصبح أول لاعب مصري في التاريخ موجود في صفوف الفريق الأول لنادي برشلونة. المهم، حمزة كل ما بيلعب بيخلي الجمهور يقول طب ما نديله فرصة أكبر، وطبعا وجوده مع صلاح ومرموش ممكن يفتح مساحات كتير، خصوصا لو لعب بثقة ومن غير رهبة. لكن ما تنسوش اسم مهم جدا، هيثم حسن. أنا شايف إن هيثم ممكن يكون واحد من أهم أوراق حسام حسن في الشوط التاني، خصوصا لو المباراة محتاجة سرعة أو حد يكسر الريتم. ولما بيتحرك بين الخطوط شفنا لمحات جميلة جدا منه. لكن في نقطة لازم تتعالج قبل بلجيكا يا جماعة، الفرصة لما تيجي لازم تتاكل. لازم تتاكل، لأن في كأس العالم مفيش 5 فرص علشان تجيب جون. ممكن فرصة واحدة يا تستغلها يا تندم عليها. وعلشان كده أعتقد إن حسام حسن الفترة اللي فاتت اشتغل على حاجتين مهمين جدا، التركيز وإنهاء الهجمات، لأن الروح موجودة والحماس موجود والجمهور موجود. فاضل إن الفريق يدخل المباراة مؤمن بنفسه. وفي الآخر خلينا نفتكر حاجة مهمة، احنا مش داخلين قدام بلجيكا علشان نتفرج ولا عشان نقول شاركنا وخلاص، احنا داخلين علشان ننافس، علشان نحلم، وعلشان نقول للعالم كله إن منتخب مصر موجود. دلوقتي بقى أنا عايز أعرف رأيكم، لو أنت مكان الكابتن حسام حسن هتلعب بإيه؟ 3 مهاجمين ولا زيادة لاعب في الوسط؟ ومين اللاعب اللي لازم يبدأ أساسي من أول دقيقة؟ اكتبوا رأيكم في التعليقات. وبكده تكون خلصت حلقتنا من بودكاست الحلم لسه عايش مع منتخب مصر. كنت معاكم أنا شادي الخولي، وبتمنى فوز مصر على بلجيكا، وبتبقى بداية الحلم مش بداية الصدمة. استنوني الحلقة اللي جاية، مع السلامة. مصر يا أمنا الحلم